السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا عندي المقاسات هذه. الطول 46 والكتف 15.5 واليد 20.5 والوسع 18. الآن اشتي أقص الثوب القطري على المقاسات هذه. كيف أبدأ أقص الثوب القطري؟ الآن نبدأ بالطول، نشوف كيف نزود. هذا القماش من الطاقة، الآن طوله 46 الثوب. أول خطوة نسوي هنا 9، بعد التسعة نسوي هنا 46. هذه 46. هذا الثوب القطري. هذه أول خطوة، نسوي 9 ونسوي هذه التسعة اللي عطفها، نسوي 9 يعني 46. هذا القماش نعطفه النص هكذا. بعدين على حسب الخطوة نعطف القماش، يعني على حسب الخطوة، مش النص بكل الثياب، لازم يكون على حسب الخطوة. نشوف كم خطوته ونسوي العطفة على حسب الخطوة. هذه هكذا تنعطف من النص. هذه الخطوة الأولى. الآن قلنا كتفه هنا 15.5، نسوي النص 7 و3/4 ونص خياط، يعني 8 وربع. هنا نسوي 8 وربع، نعمل علامة هنا وننزل 2.5 هنا أو 3. ننزل النزلة من هنا من الزاوية إلى 3 هذه. ونسوي العلامة هنا حق 1.5 من هنا. الآن قلنا نسوي هنا 8 وربع، نص 15 والنص 7 و3/4 ونص خياط 8 وربع. الآن نسعى اليد حقه هنا 8. هنا بالبدنة نفسين نقص 2 من 8، نسوي 6 هنا. تنزيله بالشكل هذا شيز. وسعه 18، 18 نص 9. الآن انتهينا من الكتف. الكتف زودنا نص. الآن عندنا الوسع. الوسع نزوده هنا 1.5 ونزوده المرة الثانية هنا نص. نص 18 9. 9 و1.5 10.5. هنا نعمل 10.5، ومن 10.5 لهنا نسوي 6 بالنقطة حق الكتف. 46. هنا نسوي 7 نزلة من الأرض إلى بداية الجيب بالصدر بالبطن. هنا نسوي 9 ثاني مرة، الذي 18 الوسع نزيده نص فقط. يعني الثوب القطري هنا بالكتف تزوده نص. تعمل أول حاجة تشوف الكتف، إذا كان مثلا 16 نصه 8، نسوي هنا 8.5 بالكتف، نزود نص. انتهينا من الكتف، نبدأ بالوسع. هنا ننزل على حسب قياس اليد. هنا قياس اليد إذا كان 10 نسوي من هنا لهنا 8 ننقص 2، إذا كان 8 ننقص 2 نسوي من هنا لهنا 6، ونسوي من هنا إلى هنا 7، ونسوي 8 للطويل اللي طوله من فوق 55. الآن كيف نسوي؟ نقص من هنا على شكل دولة، من النقطة حق الكتف إلى النقطة حق الوسع بزيادة 1.5، بعدين إلى النقطة حق الوسع بزيادة نص. يعني تركيز. هنا الكتف يزيد نص، انتهينا من الكتف. بدينا بالوسع. الوسع هنا للأرض يزيد 1.5،
وهنا يزيد نص، يعني نص وواحد ونص ونص. هنا الكتف وهنا الوسع وهنا الوسع. الآن نشوف الخطوة حقه كم تطلع. الخطوة 6، نحسب الطول مع الكتف مع الوسع. الطول 46 والكتف 15، يصير معنا 59. 59 و18 هنا 69 و8 78. 78 على 3 يطلع 26. 26 نص 13 نسوي فوق نص، يعني هنا نسوي 13 ونص، وهنا نسوي 12 ونرجع نفس المسافة 13 ونص. علم بالمسطرة من الوسع إلى الخطوة، من هنا إلى هنا. الآن نقص الجيوب مع البدنة من هنا مع بعض، أو نقص الجيوب لحاله. إحنا نقص الجيوب لحاله نسوي هريش. هذه قصة الثوب القطري. القطري هنا نزود الكتف نص الكتف، وهنا الوسع 1 ونص، وهنا الوسع نص، والخطوة تحت نزوده نص. يعني نقسم الكتف على 2، ونقسم الوسع على 2، ونقسم الخطوة على 2. نزود نص لأنه معطوف. الآن الظهر، هذه البدنة حق الظهر نسوي من هنا ثاني، بركب ظهر الخياط. هذا الثوب القطري نقتص بالطريقة هذه. الآن نسوي الفتقة حق القفزور هنا، نسوي 13. هذه قصة الثوب القطري. أي ملاحظة، أي استفسار، أي ملاحظة، أي استفسار بالتعليقات. هذه البدنة حق الأمام والبدنة حق الخلف. هذه الزيادة بنحتاجها بعد. الآن نقص اليدات. كيف نقص اليد؟ تسوي كذا، طول يده 20 ونص. نشوف إذا كانت كبك ولا إذا كانت سادة. هذه يد كبك. يد كبك نسوي من هنا 3 لبراء حق الكبك. نشوف طول اليد 20 ونص، نزود هنج يعني 21 ونص. نقص زيادة 1 ونص. الآن وسع اليد حقه هذا 8، وسع الأب 8. احنا نعطف هذه الوصلة إلى 8 ونص مع حق الخياط نص. نسوي من هنا 8 ونص. من هنا إلى هنا نسوي 2 ونص، وننزل من البداية من هنا على قولة لهنا ل 2 ونص. هذه 8 وسع اليد ونص خياط، 8 ونص. الآن نخرج 3 حق المقوى لبراء، نخليه كذا الخارج حق المقوى. وطول اليد 20 ونص، نزيده 21 ونص. 1 هذا يضيع هنا نص، وبالكتف يضيع نص، تبقى صافي. نقص الزيادة منه.
هنا نرجع 4 أو 4.5. ونشوف الكتف الكبك. الكبك 8، نقسم الكبك على 2 هنا. بعد ما نرجع على 4 لهنا نقسم الكبك على 2، ومسجل لي 8 نصها 4 ونزود 2 6. هذه اليد الثوب القطري ننزل على شكل قولة لحمة. في بعض يقص القصة بطريقة مختلفة، يقولها لهنا وبعدين يرجع يخرج لهنا. هذه القصة غلط. الآن نقص الكتف والظهر. هذا للكتف. الآن نقص لحق الزرارات، قبزر صغير وكبير وجيب صدر. هذا قبزر كبير مع القبزر الصغير. عندنا هذه الوصلة نقص من نقاب صدر بالطول، لازم يكون بالطول. جيب الصدر لازم أقل شيء يكون طول الوصلة حقه 9. هذا القبزر الصغير وهذا الكبير وهذا جيب الصدر. طبعا هذا قبزور مخفي، بنسوي قبزور مخفي. القبزور هذا الكبير وهذا الصغير وهذا جيب الصدر. عندنا الرقبة هنا صيني، نسوي له هذه الوصلة للرقبة الصيني. الرقبة الصيني اللي تجي مفتوح هنا بدون قلبس، بدون زرار بالرقبة. الآن نقص الجيوب. الجيوب زي الثواب الصغيرة هذه نقصها له بالعرض عادي، إلا إذا كان كبير بنقصها له بالطول. ما يحتاج نقص الصغير بالطول وهو صغير، يعني عرض القماش بكفي. كم سوينا الفتقة حق القفزور؟ 13. هذه نسوي 13 نفس الشيء. كلما كان فتقة القفزور على طول الجيب نسوي على فتقة القفزور. هذه الجيوب وصلة واحدة 2، هذه أغطية تسمى أغطية، وهذا نسميها ريش. وصلتين نقصين من النص، وصلتين نخليها صغيرة. الآن انتهى قصة الثوب القطري، انتهى. هذه البدنة حق الأمام حق الخلف. عندنا اليدات والرقبة وقفزور صغير وكبير وقب صدر وظهر وجيوب. بقى لنا الكبك. الكبك نسويه من هذه الأوصال الزائد. هذه الأوصال الزائد بتكفي للكبك، لأنه الكبك حقه 8. هنا احنا معانا 8.5، بقى في مجال للخيار. نسوي هذه الكبكات ونسويها داخل الجيب. إن شاء الله قريب وننزل مقطع من شان كيف تخيط الثوب.
هذا انتهى قصة الثوب القطري. وإن شاء الله قريب برضو ننزل مقطع كيف تقص الثوب السعودي. الآن هذا قصة الثوب القطري أسهل طريقة وأسهل قصة هي قصة الثوب القطري.